السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. وصفتنا لليوم قاطو نتاع الزمان كحلوشي مع بعض الاضافات اللي ضفتهم عليهم انايا. اضافات صغار برك زادوا بنا لهذا القاطو. سهل في خدمته، بنين بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم. يلا نبدا. هنا عندي 250 غرام زبدة بحرارة المطبخ، عندي 6 ملاعق كبيرة نشا يكونوا مليانين مليح، وعندي 6 ملاعق سكر ناعم. عندي لهنا خليط بين كاكاو البني وشوكولا تويسكو اللي يديروها في الحليب هذه. عندي 2 ملاعق شوكولا، وعندي 3 ملاعق كاكاو. عندي 2 صفار بيض والفرينه. عندي رشه الملح والفاني هنا ما حطيتوش، حطيته من بعد. راح نخلط زبدة شوية هكذا، من بعد نضيف عليها السكر، بعد البيض، بعد النشاء، وهذاك الخليط نتاع شوكولا نتاع تويسكو والكاكاو. بعدها ضفت هذيك الملعقة نتاع الفاني لانه نسيتها في الاول ما حطيتهاش، ونشف بالفرينه. ضيفوا الفرينه غير بشويه باه ما تزربش تنشف معكم العجينه، لانه العجينه فيها الكاكاو، كما تعرفوا الكاكاو يزرب ينشف معكم. كما راكم تشوفوا تحصلنا على عجينه طريه. هنا انا راح نكورها كريات، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا. انا درت 20 غرام. اللي عندها الميزان توزن، ما عندهاش عينها هي ميزانها. المهم ميزوا الحبه قد ما تجيكم، لانه ما راهيش فيها الخميره، مش حتطلع معكم بزاف وتكبر، راح يزيد حجمها غير شويه. هنا انا هذه الكميه تاع 250 غرام تاع الزبده عطات لي 45 حبه. هنا عندي معجون، ديروا اي معجون تحبوا. المهم كي تحلوا الباطه ما تخلطوش، خليوه هكذاك جامد باه يساعدكم كي تجيو تحشيوه في الحبه من داخل. هنا نحكم هذيك العجينه نخدمها مليح في يدي باه تطرى معايا العجينه، لانه راح ندير فيها المعجون باه ما تتحلش معايا. نحط كميه من المعجون شويه هكذا برك، ونحاول نقفلها مليح ونعاود نكورها. حطيت الكاطو في البلاطو، كما راكم تشوفوا ضروري البلاطو ترشوا عليه الفرينه. شعلته من تحت على 160. انا ما نحبش نقولو بزاف، لانه هذا الكاطو اللي فيه الكاكاو تمثم يزرب يطيب معكم واصلا ما يبانش.
كما راكم تشوفوا راه يجيكم شويه متشقق، ما يهمكمش وما تخافوش منه لانه راني حشيته من داخل على بالها جا على هذا الشكل، من بعد راح يتغطى. هنا للتزيين عندي معجون وعندي شوكولا تاع تويسكو. كاين هذا الكاطو بكري كانوا يديروا له هو الكاكاو والسكر الناعم، انا درت له تويسكو جا بنين بزاف، جاي يتقرمش كي تاكلوه يجيكم يتقرمش. راح نزينوه بهذه الطريقه. هذه هي وصفتنا لليوم، قاطو كحلوشي، غير بعض الاضافات الصغيره اللي ضفتها انا. هذاك المعجون عطاله واحد البنه بزاف مليحه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتعطيوني رايكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. سلام.